البسبوسة هي السهل الممتنع، كل مكوناتها سهلة وبسيطة، ومع ذلك مش بتنجح مع كل الناس. لو انت بتعاني بقى من فشل البسبوسة او انها بتنشف منك او مش عارفة تظبطي المقادير بتاعتها وكل مرة تطلع بنتيجة مختلفة، النهاردة في الفيديو ده هنعمل بسبوسة جميلة جدا، طرية سهلة، كل تفاصيلها سهلة وبسيطة جدا، ومش هتاخد منك 10 دقايق. هتنافسي بيها في الاخر محلات الحلواني كمان لو انت حابه. لو انتوا اول مره تشوفوني ياريت بعد اذنكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا كمان في القناه، لان القناه لسه جديده وبيكم ان شاء الله القناه دي لازم تكبر. معاكم سميه من قناه مطبخ مصر. ان شاء الله هنقدم لكم كل حاجه سهله وبسيطه وبطريقه بسيطه جدا. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا الفيديو بتاع النهارده. البسبوسة النهاردة هنعملها باللبن الحليب، مش هنضيف ليها زبادي. انا هعمل صينية مقاس 25 في 35، ولو انت حابة تعملي حجم يعني اصغر من كده، صينية 26 تقريبا المدورة دي، هتحطي نص المكونات اللي انا هحطها. فانا هحط كوباية من اللبن الحليب، كوباية ونص من السمنة، وكوباية من السكر. هرفعهم على النار كده نفككهم من بعض. انا مش عايزة درجة حرارتهم تبقى عالية ولا عايزاهم يسخنوا بدرجة عالية، انا بس مجرد ان انا هحطهم كده اقلب كويس جدا لغاية ما السكر يختفي والسمنة دي تتحول لسائل. حوالي 5 دقايق كده، وما تعليش كمان عليها النار. طبعا تفضل ان السمنة بتاعتنا تكون سمنة بلدي، بقري ماشي، جاموسي ماشي، المهم ان هي تكون بلدي او نوع نضيف، لان كل ما كانت السمنة نضيفة كانت طعم البسبوسة افضل. عندي هنا بقى دقيق السميد، انا هبدأ اجهز هنا معايا 4 كوبايات من دقيق السميد. العيار هنا يا جماعة بالكوباية، المج بتاع الشاي العادي بتاع البيت، هنحط 4 كوبايات من المج ده. تمام. هنحط عليهم ايه بقى؟ ممكن تحطي عليهم معلقة من جوز الهند، يعني او معلقتين لو انت حابة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة بس تمليها بيكنج باودر. وبعد كده نقلبهم، وبعدين نضيف عليهم بقى خليط السمنة واللبن والسكر اللي احنا فككناه على النار. هنضيف المكونات كده على بعضها وبالمعلقة بشكل بسيط ولطيف جدا زي ما انتوا شايفين كده، ان احنا نقلب ونجيب من تحت لفوق، من تحت لفوق. انا طبعا مش هسرع الفيديو، انا هسيبه بطبيعته علشان تعرفوا المدة اللي انا عجنت فيها البسبوسة. زي ما انتوا شايفين كده، هما يدوب التقليبتين دول، وكده بتبقى صينية البسبوسة معايا جاهزة. انا طبعا في الاثناء دي مشغله الفرن على 220 درجة. شوفي انت فرنك يعني اعلى حاجة فيه بتكون ايه. وهنحط بقى الصينية بعد ما الفرن كده يعني يكون مثلا 10 دقايق اخد الدرجة الكاملة من السخونية. بعد كده هبدأ اضيف بقى البسبوسة في الصينية بتاعتنا. الصينية طبعا مقاس 25 في 35، وزي ما قلنا لو عايزة تنصصي الكمية دي هتعملي نص حاجة، نص من كل حاجة، وتعملي صينية 26. هنبدأ ندهنها دهنة كويسة كده من السمنة البلدي برضو، ونبدأ نصب فيها الخليط. زي ما احنا شايفين الخليط يعتبر يعني سايب معانا شوية، وده دليل ان هي ان شاء الله هتبقى بسبوسة ناجحة 100%. مجرد كده ما تخبطي بس الصينية خبطة واحدة، العجينة هتتفرد فيها وهتبقى جميلة وزي الفل. طبعا احنا النهاردة ما استخدمناش زبادي في البسبوسة، وانا شايفة ان النتيجة هنا افضل كتير كتير من الزبادي. وكمان اللبن متوفر في كل بيت وسهل. دي بسبوسة سهلة جدا وسريعة، مش هتاخد منك وقت، يعني 10 دقايق وتكوني انتي خلاص كملتي كده صينية البسبوسة. هبدأ بقى ادخلها الفرن، ونبدأ نشوف الشربات احنا هنعمله ازاي. هنجيب الحلة اللي احنا او الكسرولة اللي هنحطها على النار، وهنبدأ نضيف فيها السكر. هي صينية البسبوسة الطبيعي ان هي بتاخد كوباية ونص من السكر، بس ده الحجم اللي هو مقاس 26. بما اننا بنعمل المقاس يعني الدبل، فاحنا هنحط 3 كوبايات كده من السكر. هنحط على ال3 كوبايات من السكر معلقتين كبار من عسل جلوكوز او 3 معالق، ده طبعا بيظبط القوام بتاعها جدا، وبيخلي كمان التسكيرة بتاعتها مش تجزع وتبقى خفيفة في الأكل. هنحط عليهم 4 كوبايات من المية، يعني 3 سكر 4 مية،
3 معالق كبار من عسل الجلوكوز او معلقتين، وليمونه كده انا هقطعها شرايح وهحطها معاه. هتاخد كده من الريحه بتاعه الليمون، وكمان السكر ما يسكرش مننا. مش هنقلبه ولا هنيجي يمه خالص لغايه ما هو يستوي على النار كده. هيغلي 5 دقايق 3 دقايق بالظبط بالظبط، وبعد كده نطفي عليه. دي صينية البسبوسة طلعت معانا بالشكل الجميل ده ما شاء الله. شكلها فعلا بيدل على نجاح، مش محتاجين نقول اي كلام. طبعا البسبوسة سخنة يدوب طالعة من الفرن، والشربات كمان يدوب طفيت عليه من الغليان. الاتنين بيغلوا او سخنين لأعلى درجة. هنبدأ نسقيها بقى زي ما احنا شايفين، بتشرب كمية السائل فورا. دي بقى تضمني كده ان انت عملتي صينية بسبوسة ما حصلتش. هتبدأي تسقيها كل كمية الشربات اللي انت عاملاها، اللي هي كانت 4 كوبايات من المية، 3 من السكر، 3 معالق عسل جلوكوز، والليمونة او شرايح الليمون اللي احنا حاطينها. الصينية هتشرب كل الكمية دي. طبعا زي ما اتفقنا لو هنعمل صينية اصغر هنخلي كل المكونات دي نقسمها. هتشرب معانا كده، نكمل كل كمية الشربات اللي عندنا. لو انت عايزاها طرية قوي هتبدأي في المرحلة دي بقى تغطيها، او تجيبي ورقة فويل كده وتلف الصينية. ما عندكيش مثلا غطيها بأي غطا عندك او بصينية كبيرة او اي حاجة، هتفضل طرية معاكي. حابة ان انت تسيبيها في الهوا كده يعني زي ما انت تحبي. لو بس التغطية بتخليها طرية في فترة يعني طويلة، وزي ما انت بتحبي بقى تاكلي البسبوسة طرية ولا عادية. دي شكل صينية البسبوسة، حاجة كده ما شاء الله. التقطيع بتاعها هيكون قطع جميلة جدا وسهلة في التقطيع، يعني مش هتطلع مهروسة معاكي ولا حاجة. طبعا احنا استخدمناها في القشطوطة، وشايفين زي ما احنا شايفين كده بتتقطع معايا قطع، على الرغم من ان هي دايبة كمان جدا جدا. وهتفضل معاكي يوم واتنين وتلاتة بره التلاجة بنفس الشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. طبعا القشطوطه ان شاء الله انا هنزل لكم الفيديو بتاعها كامل، ولكن دي بس كده عينه من الفيديو. شكرا ليكم. اذا كنتوا وصلتوا لغايه هنا اتمنى ان شاء الله تدعموا القناه الجديده وتدعموا الفيديو وتعملوا لي لايك، لان هو ده اللي هيرفع القناه وهيرفع الفيديو، وكده المحتوى بتاعنا يتشاف. بشكركم واتمنى لكم ان شاء الله صوما مقبولا وافطارا شهيا. كل سنه وانتم طيبين، وإن شاء الله نلتقي مع وصفة جديدة في يوم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.